البختك، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه؟ طبعا شايفين الحله فاضيه، هنعمل فيها ايه بقى؟ كوبايه لبن. احنا هنعمل حاجه النهارده هي عظمه كده. كوبايه كده من اللبن، عليها شويه من النشا. هنعمل حاجه يا اختي كده تطري على قلبنا في حر الصيف دوت اللي احنا قربنا نموت منه. قربنا نموت، هنموت. المهم ننزل بحاجة ايه تطري على قلبنا كده. عامة كده معانا كوباية لبن و3 معالق من النشا، معلقتين كاكاو. حطي قلب اختك ما تستخسريش، وكوباية مية عادية، ودوبي الكلام بقى طبعا في بعض. وكده دوبنا المكونات كلها في بعض. قلب اختك هننزل بالسكر زيكم يا عسلات، وهندوب طبعا. طبعا هنعمل في دول، غيرنا المرة دي الصنف. انا بحب يا جماعة الاطباق بتاعتي كلها، مش بحب ان انا اعملها موحدة. لما بيكون في ضيف بطلع كله موحد، يعني كله طقم على بعضه. انما المرة دي بقى حبيت اكل في ديل. ده ذوق ابو مليكة بحب ياكل فيه، وده برضو بالشكل ده برضو. انا عندي يا جماعة من كل حاجة 12، وحاطة تحت السرير، يعني مطلعة ستات ومطلعة تحت السرير، حاطة تحت السرير. طبعا كيس البسكوت الفري اللي هو احنا لازم نفتحه وناخد منه واحدة، لازم ندوق. طبعا كيسين الفانيليا، المرة اللي فاتت ما جبناش، فالنهاردة احنا جبنا كده اهو. وطبعا كل ده على البارد، مفيش حاجة على السخن هيكلكع، هتبقى حستك صودا يا اختي. طبعا كده اهو. وطبعا عرفتوا 4 بسكويتات بنهريهم، والباقي بندغدغه عشان نحطه طبقة من تحت وطبقة من فوق. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. هنا طبعا هنبتدي نكسره كده اهو. استمرنا في التقليب عشان خاطر ما تكلكعش مننا، ايديكوا فيه عشان ما تكلكعش. كده اهو بردك بنستمر في التقليب تاني عشان ما تعجنش، اللي هي يعني تعمل كتل كده وما تكلكعش بمعنى اصح. والتقليب النهارده برعاية ابو مليكة. واعمل لايك، اعمل كده. وطبعا هننزل بشوية بسكوت، طبعا شوية صغيرين، تبقى يعني ايه زي نكهة كده من جوز الهند. وهنا كده بنسيب نص الكمية بتاعت البسكوت عشان بنعمل ازاي كده اهو. لا اصبر استنى تبرد بقى، يبقى تبرد عشان ناكلها كده كده بس كده تمام، عشان دول هنرشهم بردك من. وكده رشينا كده تمام. وهنا كده ظبطنا الدنيا. هنستنى بقى لما تبرد شوية ونرش طبقة البسكوت وطبقة ال اسمه ايه يا سليم؟ جوز الهند.